مشاهدي قناة الحدث وبرنامج رئيس التحرير، بنلتقي بالشاعر والأديب والسياسي والمناضل والثوري القديم الأستاذ مجدي سرحان في هذا اللقاء وهذا الاصطفاف خلف القائد عبد الفتاح السيسي. يقول لنا كلمة النهاردة. أهلا بك يا أستاذ مجدي. في عجالة وفي دعوة كريمة من حزب الأحرار الاشتراكيين من الأستاذ صديقي العزيز المناضل عادل درغام، دعوة لنقف جميعا الكتف في الكتف لدعم مسيرة القائد والرئيس عبد الفتاح السيسي ضد ما يحاك وما يقال من تهجير أهالينا في قطاع غزة وتفريغها، وذلك لإقامة المشروع الإسرائيلي قناة بيرجوريو التي يسعى إليها، وذلك حتى يقوموا بضرب مصر والكيان الاقتصادي المصري وإقفال قناة السويس. هذه القناة المزمع إنشاؤها ما بين إيلات وهي أم الرشراش وحتى عسقلان وهي أشكلون، وتخترق صحراء النقب لتكون بديلا عن قناة السويس. نحن ندعم القيادة السياسية ونقف وراء الجيش المصري، الجيش العقائدي الذي انتماءه لأرض مصر وليس انتماءه لأي طائفة أو لأي دين أو ملة. شكرا. شكرا أستاذ مجدي.